السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بالصلصة. قطع البصلة، حطيت شوية زيت في الحلة وولعت عليهم. الزيت بتاعي سخن، نزلت فيه بالبصلة اقطعها زي ما انتوا شايفين كده. فرمة الطماطم بتاعتي من بدري لان انا عارفة ان الكهرباء هتقطع، وانا ما بحضرش الغدا بتاعي الا وقت ما الكهرباء بتكون قطعة، مش عارفة ليه بصراحة. ففرمة الطماطم عشان عارفة ان هعمل مكرونة وفرمتها من بدري. منى طلبتها مني امبارح، وزي ما انتوا شفتوا نزلت لكم الفيديو. كنا عاملين سمك مشوي وهي قالت لي عايزه مكرونه. قلت لها لا، ماليش مزاج اعمل مكرونه النهارده. عملتها لها النهارده بقى عشان هي طلبتها. حمر البصله، فرط البصل الاول وبعدين هسيبها تتحمر. بعدين انزل عليها بالطماطم اللي مفرومه زي ما قلت لكم. اشترك لو لسه ما اشتركتيش، حط لايك لو لسه ما حطيتيش. هنا ولعت على الميه بتاعه السلق المكرونه، احط فيها شويه زيت واحط شويه ملح. واول ما الميه بتاعتي هتغلي هنزل بالمكرونه في الميه. هنا البصله احمرت، هنزل بالطماطم واحط عليها البهارات. احط ملح وفلفل اسود، كمون، 7 بهارات وبابريكا. ملح، فلفل اسود، كمون تقريبا، او 7 بهارات، بابريكا وشطه. هقلبهم مع بعض واسيبها لحد ما تتسبك، وبعدين انزل بقى المكرونه الصلصه. كملوا الفيديو للنهايه. عملتها معاكم قبل كده، عملت المكرونه اللي بالصلصه قبل كده معاكم اللي من غير ما سلقتها. المره دي هسلقها. الميه غلت، هنزل بقى بالمكرونه. هي غلوه واحده بقلبه واحده بس، وهطفي عليها وهصفيها برضو على طول، مش بركنها بالميه المغليه عشان ما تعجنش معايا، ما بسيبهاش تطول في الميه. والمكرونه معايا هنا كذا نوع مع بعض، يعني في الصغيره صغيره قوي، وفي وسط، وفي اللي حجمها الطبيعيه الحلوه دي بتاعت الصلصه. كام نوع معايا. هنا بقى خلاص هصفيها. هي قلبة واحدة بس وبصفيها، وبديلها شطفة كمان تحت المية كده عشان ما تفضلش سخنة وتعجن معايا، عشان هي مش نوع واحد. في الصغيرة الخالص دي عشان ما تعجنش، ببردها بشوية مية. بردها معايا بالمية اهو. خلاص، اول ما التسبيكة بتاعتي ده هتتسبك، اول ما الطماطم هتتسبك هحط المكرونة في الصلصة واقلبها واهدي النار عليها واسيبها بقى لحد ما تستوي. هنا الصلصة اهي خلاص سبكت. نعمل مكرونة بالصلصة وجنبها بطاطس محمرة وجنبها بانيه. مكرونة وبانيه، مفيش أحلى من كده. أخف الأكلات بتاعت المكرونات دي. مكرونة بشاميل، مكرونة بالصلصة. أهم حاجة حاجات خفيفة كده وبسيطة. هو الصيف عايز الأكلات الخفيفة دي. هنا بقى خلاص هسيبها لحد بس ما تنشف سيب النار عالية لحد ما تنشف من الصلصة اللي عليها دي، تتشرب الصلصة دي. وبعد كده ههدي عليها النار زي الرز بالظبط، ههدي النار واسيبها بقى لحد ما تستوي.
على ما المكرونة تخلص هكون حمرت البطاطس وحمرت البانيه. وصلت لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك، حطي لايك، تستخسريش فيا اللايك، واضغطي اشتراك، اضغطي لايك واشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. شجعوني عشان انزل لكم فيديوهات كل يوم. تفاعل وحش جدا والمشاهدات وحشة جدا، ده مخليني مش مشجعة لتنزيل فيديوهات. هنا خلاص حمرت البطاطس، حمرت البانيه، المكرونة خلاص بتاعتي اهي استوت ما شاء الله. المكرونة زي ما قلت لكم هي مش نوع واحد، هي كذا 3 انواع. شوفوا البطاطس وجمالها. قولوا لي ايه رأيكم بقى في الغدا بتاعنا. غدا بسيط كده ولذيذ، والولاد كلها بتحب الاكل ده، الاكلات دي كل الولاد بيحبوها. مكرونة وبانيه وبطاطس محمرة، الحمد لله. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة. نسيت اقول لكم ان كمان كان في برنجان مخلل. البرنجان ده غير اللي عملته معاكم قبل كده، انا عملت معاكم اللي سلقته، ده كنت قلياه في الزيت كده، وملحته بنفس الخلطة بتاعة التخليل اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض. هعمله معاكم المرة الجاية ان شاء الله. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.